السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خلطه ديال السمسم الاسود اللي صراحه ليه فوائد كثيره بزاف للنساء او للناس اللي كيعانيوا من نقص ديال الحديد، فقر الدم، وكذلك النساء اللي كيعانيوا من تساقط الشعر، البشره الشاحبه. هاد الخلطه كيعتمدوها اليابانيات والصينيات بزاف للحفاظ على الشعر الاسود، لانه السمسم الاسود معروف كيأخر الشيب. فغادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الاضافات اللي كنضيفها انا باش كنستافد اكثر من السمسم الاسود، الاضافات اللي كنزيدهم ليه. خليكم مع الفيديو. اول حاجه من بعد ما كنكونوا نقينا مزيان هذاك السمسم ديالنا ومسحناه بزيف مزيان، كنديرو يتحمر وكنضيف له القليل من السمسم الابيض باش كيبان لينا واش تحمر او لا. كنحمروه على عافية مهيلة مع التحريك المستمر. فاش كنحمروه كنديروه يتطحن، كنضيف له زنجلان بلدي، كان عندي ديجا محمر معلقة كبيرة، كذلك كنضيف معلقة كبيرة ديال الحبة السوداء. الفوائد ديال الحبة السوداء غنية عن التعريف. وكنضيف معلقة صغيرة ديال العسل، كذلك كنضيف زيت الزيتون. العسل على حسب، اللي قدرتوا تاخذوه بلا العسل يكون احسن. كنضيف زيت الزيتون تقريبا معلقة كبيرة، وكنديرو يتطحن مزيان. من بعد ما كنطحنوه مزيان كيرجع على شكل معجون اسود هكا، كنديروه في قنينه زجاجيه كنكونوا معقمينها من قبل. كناخدو كل نهار معلقه صغيره، سواء مع عصير سواء مع ماء. المهم كيرجع عندنا روتين، يعني كل نهار كناخدو منه. صراحه خلطه فعلا كيف سماوه اليابانيين كيسميوه الكنز الاسود. فصراحه كيحيد السخفه، كيساعد على الناس اللي كيعانيو كيف قلت من فقر الدم، كيعطي طاقه يعني. كذلك كيحافظ على الشعر الاسود، كيأخر الشيب المبكر. كنتمنى تجربوا الوصفه حيتاش صحيه بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك باش يوصلكم الجديد ديالي. خليتكم على خير والى الملتقى.